السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم ايه؟ النهارده فيديو جديد لينا ان شاء الله، ونقول بسم الله ونبدأ ونقول دوا فطير عروسة. ما شاء الله، الله اكبر. عملنا كمية حلوة من الفطاير السادة والمحلية لأحلى عروسة، وربنا يفرحها ويهنيها يا رب. طبعا علشان انا اعمل الكمية دي في وقت قصير لازم اقوم بدري، فالجمعة البدرية ايه منسية زي ما بيقولوا. فبدأنا الحمد لله بدري، والايد على ايد بتساعد، وبدأنا نعمل فطير والحمد لله تمام. بص جماله، بص حلاوته، الله اكبر. كان طالع بجد ما شاء الله. ساعات بيبقى في اوردر او شغل، يعني بيبقى ربنا مسهل فيه، بيبقى بنية بيقولوا بنية صاحب الشغل او صاحب الحاجة اللي بنعملها. لا والله، هو تسهيل من عند ربنا وترتيب انت بتعملي ازاي، وتسمي بسم الله الاول وتذكر ربنا وتسبحي وتبدأ شغلك. حيا كان عندك ايه في البيت او موجود ايه عندك هتعمليه في اليوم النهاردة، بيبقى سهل جدا وبسيط، وبتحسي ان الوقت بيعدي معاكي حلو وانتي خلصتي. وبجد بجد الحمد لله خلصت بدري. طبعا ما كنتش وحدي، كان معايا بنتي وكان معايا اختي، والحمد لله عملنا الشغل واتفرجوا على الجمال والحلاوة وصلوا على حبيب المصطفى. وكمان اكيد الفيديو شكله عاجبكم ان شاء الله، فاتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الفيديو عشان يرفع معانا. ده فطير محلي، ده احنا بنحشيه، بيبقى برضو زي الساده بالظبط بس بنحشيه. يمكن انا نزلت لكم اكتر من فيديو على الطريقه دي. بنحشي مكسرات سواء كان زبيب او جوز هند او فول سوداني ايا كان، وبنعمل له شربات سكر يعني معجون بنعجده، وبنعمله له زي العصير كده من تسجيل الكنافه او البسبوسه. وبتسجيل الشربات بعد ما صينيه الفطير دي، بصوا شكلها وجمالها زي البقلاوه بالظبط بتطلع، بنسقيها لها بعد وهي سخنه. ده فطير ساده، الله اكبر ما شاء الله. كان طري جدا وبصراحه يعني كان تحفه، الله اكبر. وحاجه كده تشرف زي ما بيقولوا. بس احنا هنا ما بنسيبش الصينيه، انا في واحده بس، صينيه واحده بس اللي سبتها سليمه، ما قطعتهاش بالاشكال اللي انتوا شايفينها دي. بتبقى سهله في لما اجي اوزعها، او طبعا الفطير ده بيتوزع على الحبايب وعلى الجرايب. بنسمي احنا فطير عروسه. دي فطيره سبتها سليمه، شكلها كده بص ما شاء الله، الله اكبر. شكلها يفتح النفس، الله اكبر. حاجه كده ما شاء الله. والاجواء كانت حلوه الحمد لله، وكانت سهله جدا. بصوا ده ساده. الساده انا بقطعه احجبه، بنقول عليها احجبه، اللي هي زي المثلثات بالظبط كده. بننصف الصينيه ونربعها تدينا نفس الشكل ده. انا اسيبكم تستمتعوا وتشوفوا ان الواحد يعني بصراحه ادى الفيديو ده النهارده والحاجه دي عملها، وما خدش منه وقت طويل قوي اكتر من معتاد. في ساعات بتوصل معايا قد اليوم كله، لكن والله بجد كانت سهله والحمد لله عشان بداتها صح. ابدأ الحاجة بذكر الله وتسبيح من عند الله. بصي العملية بتبقى سهلة خالص، والحاجة تتم معاكي بكل سهولة. اي حاجة في بيتك، اي حاجة في حياتك ابدأيها بكده هتبقى سهلة معاكي. بصوا العجينة ماشية كده ما شاء الله تقطيع. طبعا لازم فرنك يبقى سخن، ولازم تبقي مجهزيه، وبتحضر حاجتك دي من تاني يوم قبل ما تبدأ الشغل الحاجات دي، علشان تبقى العملية معاكي سهلة. اهو بصوا الله اكبر. بعمل واحد او اتنين او تلاتة، وبعد كده بطيب، يعني مش بسيبه لما يقعد خالص. ان احنا في الصيف، الصيف العجين لما بيقعد بيبقى طعمه مرة شوية، بس ما تجعلوش كتير. يعني انا بخلص صينية اتنين تلاتة واروح مشغل عليهم الفرن، وبعد كده اكمل في الباقي. انا كده بطيب وفي نفس الوقت شغالة بعمل. بصوا الله اكبر، او نفس الطريقة اللي انا قلت لكم عليها قبل كده تطلع معاكي الفطير رجات او طبقات زي ما احنا بنقول. وبتبقى طري، بيبقى من جوه بصي طبقة طبقة زي ما بنقول، ورقة ورقة، فطير ورقة ورقة، فبيبقى ما شاء الله الله اكبر. انا سرحت لكم الفيديو شوية بس عشان الوقت، لكن طبعا اكيد اخد مني وقت طويل. دول كانوا 15 صينية، عملت 3 محلي والباقي سادة. طبعا في الغلا ده زمان كانوا بيعملوا كميات كبيرة بال50 فطيرة